هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده فيديو حلو قوي قوي. ايس كريم ستيك فيه شبه كتير قوي من الميجا، بس حاجة خفيفة ومش تقيلة، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا وعجبت بناتي جدا. انا مسكت نفسي بالعافية ان انا ما اكلش منها كتير. تابعوني دلوقتي وهتشوفوا طريقتها سهلة وبسيطة جدا، مش هتاخد منك وقت نهائي. لو انت لسه اول مرة تشوفيني، انا فيبي. ولو انت لسه ما اشتركتيش في القناة، يا ريت تنوريني في قناتي. انزلي تحت الفيديو اعملي سبسكرايب او اشتراك. اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعارات بفيديوهاتي الجديدة. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. ويلا بينا نبدأ مع بعض. سهلة جدا جدا. اول حاجة هنجيب كيس من كريم شانتيه بتاع شركة ماي واي، تقريبا ب8 جنيه ونص، موجود في المحل. الكيس بنحط عليه كوباية لبن وبنضرب بالمضرب. بنفضل نضرب لحد ما بنوصل لقوام مظبوط، يعني تقريبا ضربته لمدة 5 دقايق. كل شوية بفصل اريح ايدي واكمل تاني. آه، اهم حاجة ان هو يبقى تخين بالشكل ده. بعد كده حطيته في علبة وشلته في الفريزر. يعني مش هقولك وقت معين، انتي بتطلعيه وبتبصي لو لقيتيه ان هو تخن جامد طلعيه استخدميه. اهم حاجة ان هو يجمد في الفريزر ويكون ما يكونش سايح نهائي. بعد كده طلعت الكريمة من الفريزر، حطيتها في كيس حلواني عندي بالشكل ده. هنجيب بسكوت سادة مستطيل ومدور. ببدأ احط الكريمة على اول بسكوتة وبحط العصاية الستيك. وبعد كده بحط البسكوتة التانية. الستيك ده اللي هو خافض اللسان، اللي انا بستخدمه في الاعمال الفنية. انا ملقتش ستيك اصغر من كده، طبعا لو كان ستيك اصغر من كده كان هيكون شكلها احلى. بمسك البسكوتة بحط جواها الكريمة، وبعد كده بحط العصاية، وممكن تحطي كريمة تانية لو عايز عشان تبقى اعلى. وبعد كده بحط البسكوتة التانية، وبفضل اعمل كده بقى في لكل الكمية اللي عندي، وبدخلها الفريزر لحد ما تتجمد. انا عملت بالشوكولات، وعملت كمان بالكريمة، كريمة شانتيه ابيض. الاتنين هنسيبها تجمد في الفريزر، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بعد ما طلعتها من الفريزر وكانت جمدت كويس جدا جدا، جبت شوكولاته سايحه بالشكل ده. وانا قلت لكم في الفيديو اللي فات بتاع كرات البسكوت، بسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. انا بعمل الشوكولاته دي ازاي. الباكت ب10 جنيه، انا استخدمت تقريبا باكت ونص. والشوكولاته دي نوعها حلو جدا جدا من عند بارتي. هبسيب لكم لينك الصفحه بتاعتها على الفيسبوك في اول كومنت. زي ما انتوا شايفين كده، انا ببدأ ان انا اغطي البسكوتة كلها بالشوكولاتة السايحة من كل ناحية، لحد ما اغطيها كلها ما يكونش باين منها اي حاجة، وبعمل الكمية كلها. بعد كده بجيب شوكولاتة فرماسيل ملونة، سبرينكلز، اي حاجة، وبرش عليها. ممكن كمان ما ترشيش، براحتك زي ما انت عايزة. كمان لو عندك شوكولاتة بيضة ممكن تغطيها بشوكولاتة بيضة بدل البني، اي حاجة. وبعد كده هندخلها الفريزر تاني. بعد كده جبت شوية فول سوداني، كسرتهم شوية. ممكن بقى لوز، بندق، اي حاجة براحتك زي ما انتي عايزة من انواع المكسرات. وحطيت عليها شوية من الشوكولاتة السايحة بالشكل ده، وقلبتها. وهبدأ اغطي واحدة من البسكوت دوت بالشكل ده. عارفين هتبقى عاملة زي الستيك الميجا اللي بنكون جايبينها، بيبقى فيها بقى حاجات شبه المكسرات كده. طلعت حلوة جدا جدا. كمان انا ما قلتلكوش ان انا بطلع بعد ما بحط الشوكولاته السايحه على اي واحده من البسكوت، بطلعها على ورق زبده، مش على الطبق نفسه عشان خاطر ما تلزقش. بعد كده هاخد كل دوت وهندخله الفريزر لحد ما يجمد كويس جدا. وبس كده، اسهل حاجه في الدنيا. يعني لما تشوفي شكلها مش هتتخيلي ان هي معمولة بالشكل ده. طعم بجد، صدقوني طعمها رائع وحلوة جدا. سهلة وما فيهاش سكريات كتير، يعني وانتي بتاكليها ما تحسيش ان هي محلية جامد قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو انتي لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي تحت الفيديو اعملي سبسكرايب او اشتراك. اشتركي في القناة وفعلي الجرس. هسيب لكم في صندوق الوصف
لينك الفيديو اللي فات بتاع كرات البسكوت بالشوكولاته كان حلو جدا، وفي شويه حاجات ازاي الشوكولاته السايحه اتعملت ازاي وشكل الشوكولاته نفسها. وهسيب لكم لينك صفحه بارتي في اول كومنت. كمان هتلاقوا في صندوق الوصف صفحتي على الفيسبوك وجروبي على الفيسبوك واكونت الانستجرام، يا ريت تعملوا لي فولو. واستنوا فيديوهات تانية كتيرة حلوة جدا جدا الفترة اللي جاية، واشوفكم على خير. باي باي.